الطب التجميلي دايما في تطور مستمر، وأكيد بده دقة ومتابعة وتفنن كمان. اليوم رح نستضيف الدكتورة استشارية طب وتجميل جراحة عيون ووجه الدكتورة صبرية الصالح. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم ستايلك. نحن بنرحب فيكي كتير أكيد دكتورة صبرية، وموضوعنا اليوم كتير مهم، وباختصاصك نحن رح نتفرع بمجال تجميل العيون والوجه. بداية دكتورة بدي أعرف شو الربط أو شو اللي جامع بين العيون والوجه مع بعض؟ طبعا تخصص جراحة تجميل العيون من التخصصات اللي الكثير من الناس ما يعرفون عنها. تخصص طبعا يعتمد على جراحة تجميل العيون بالذات بالأخص، وبصفة عامة مثل ما نعرف أن جمال العيون هو عنوان جمال الوجه وواجهة الوجه. فالكثير من الحالات اللي فيها عيوب بالعين يكون الوجه بالكامل يحتاج إلى تصحيح نتيجة للعيوب الموجودة في العين، سواء كان فوق العين أو تحت العين أو بالحاجب. جدا مهم أن يكون في جراح متخصص لإجراء هذا النوع من العمليات اللي تعتبر نسميها احنا السهل الممتنع، لأنها العيون من الأعضاء اللي في الوجه جدا حساسة، اللي الفروق القليلة أو الصغيرة جدا بالملي ممكن تفرق مع الشخص. لهذا السبب تعتبر جراحات تجميل العيون من الجراحات السهل الممتنع، أو اللي تحتاج إلى دقة متناهية بإجرائها. نحن ذكرنا دكتورة أنه بده دقة بالفعل عند منطقة العيون. بدنا نبتدي في حال السيدة عندها مشكلة تحت العين، ونحن كلياتنا بنعرف أنه تحت العين كتير حساس. فكيف ممكن تبتدوا معها إذا عندها مشكلة، أو شو هي المشاكل يلي ممكن تبلش فيها علاج؟ طبعا من الأكثر الأشياء اللي نواجهها طبعا بجميع الأعمار بالنساء والرجال اللي هي التغييرات اللي تحصل تحت العين. طبعا هذه ما لها سن، يعني ممكن هذه التغييرات تحصل في سن صغير من العشرينيات وما فوق. الكثير مثلا من المرضى يشتكون ان شكل الوجه صار مرهق او مش نايمين كويس، دغري بيوضح يعني يوضح طبعا، لان العين مثل ما قلت لك هي عنوان جمال الوجه. فمن الاشياء اللي المرضى دائما يشتكون منها، ما اعتبرهم مرضى ولكن ناس عاديين يشتكون منها، تغييرات تحت العين. مثل شنو؟ مثل انتفاخات تحت العين، وجود خطوط كثيره تحت العين، ترهل الجلد اللي تحت العين، تغيير لون الجلد تحت العين. واحنا طبعا نعرف في تخصصنا ان من اكثر او اصعب الاشياء اللي ممكن معالجتها هي الهالات السوداء او الداكنه تحت العين. وشو هي علاجاتها؟ طبعا شوفي، الحين احنا وصلنا في مرحله انا اقدر اقول لك ان ممكن الحصول على نتائج اكثر من 90% من تحسن الجلد وشكل الجلد تحت العين ما قبل يمكن 20 سنه. شلون؟ يعني الحين نقوم باجراء جراحات تحت بنج موضعي مدتها نص ساعه لشد الجلد تحت العين. اجراء حقن سواء كانت تعبئه او البوتوكس، او عمل تقشير كيميائي خفيف او ثقيل حق جلده العين. طبعا مثل ما قلت لك جلده العين تعتبر جزء من جلده الوجه، ولكن من ارق الاماكن وادقها هي جلده العين. لهذا السبب دائما نقول ان اللي يقوم باجراء هذا النوع من العلاجات، سواء كانت العلاجات الجراحيه او الغير جراحيه حول العين، لابد من تمكن الجراح او الشخص اللي يقوم باجراء هذه العمليات، سواء كانت جراحيه او غير جراحيه. دكتوره، ممكن انه تنتهي مشكله السواد او المنطقه الداكنه تحت العين بالفعل بهيدي الطرق اللي عندكم اياها بشاد او انه تقشير؟ ممكن تنتهي لانه عاده بتخف بس بترجع بعد فتره. نعم. فكيف حسبتكم؟ هل وصلتوا لنتائج طبعا كبيره؟ خل اكون صريحه، انا اعطيك الحقائق من تجربتي ال 15 سنه، وبالدراسات اللي انعملت لاجراء او تخفيف السواد حول العين. طبعا لابد من توضيح للمريض ان الجلد عضو مستمر في التجديد والتغيير.
هناك عوامل تأثر فيه، يعني إذا عملنا تقشير أو عملنا شد أو عملنا الإنسان في تقدم السن مستمر. صحيح. إحنا في تقدم الشيخوخة شيء مستمر ما نقدر نوقف، مثل التربة تحتاج إلى تحسين وتغيير وتجديد وترطيب صحيح. مستمر. لهذا السبب احنا نقول لو كانت المشكلة، يعني في ناس عندهم، خليني أعطيك مثال، إن الناس عندهم هالات سوداء نتيجة لترهل الجلد تحت العين، أو نتيجة لحساسية مزمنة وكثرة الدعك حول العين، ممكن ترهل الجلد وتعمل لونه قامج مثلا مقارنة بالوجه. عملية شد الجفون السفلية حتى لو ما كان موجود فيها دهون تعمل تصحيح للون، يعني توصل ممكن إلى 70%. يعني نسبة كبيرة نسبة تقريبا، كبيرة لأنه ما جداً. حدا بيوصل لها حاليا بكريمات وأمور كتير ما بتوصل للسيدة. والله العمليات الجراحية لا بديل لها، يعني احنا نقول الكريمات ما تاخذ مكان الجراحة. أنا بوافق بالرأي. يعني الجراحة نتائجها لا تقارن بنتائج صحيح. الكريمات، بالرغم من الكريمات اللي توصلنا بطريقة مستمرة ومتجددة، سواء كانت تحسين للون أو تحسين لطبيعة البشرة أو للخطوط. الجراحة لها يعني نتائجها والكريمات لها نتائجها. حتى نوضح أكثر، أكيد الكريمات لها قيمة، ولكن ممكن تكون حماية أو إنه محافظة إضافة للعمليات والأمور الثانية. بدنا نحكي دكتورة عن تجميل الوجه، إنه نحن هلا حكينا إنه العين ممكن تترتب، وفي عندكم كذا طريقة إنه تنشد ونشيل السواد وكل الأمور الخاصة بالعين. شو علاقة الوجه لما نكمل؟ أنت ذكرتي بالبداية. نعم. بس بدنا نكمل تفصيليا على تجميل الوجه. اوكي، اعطيك مثال مثلا من الناس اللي نشوفهم اليوميه اللي تينا سواء كانت بالمستشفى او بالعياده. الكثير من الناس لما يجون اول شيء يقولون وجهي تغير، يعني في الخمس سنوات الماضيه احس وجهي نزل، او وجهي تغير، او عيوني ذبلانه، يعني هذه الكلمه تسمعينها، او عيوني تعبانه، او الناس تسالني انت مو نايمه زين. هذه كلها طبعا تصير ليش؟ لأن مع الجاذبية كل شيء ينزل لتحت، يعني الخد ينزل، الجفون تتهردل، الوجه من تحت بينزل، نتيجة لطبعا تغيير بالكولاجين الطبيعي للوجه. لما أعمل عملية مثلا جراحية لشد الوجه أو لشد عفوا الجفن السفلي والعلوي لشخص مثلا، أحتاج أني أنا أكمل الشغل للخد. مثلا منطقة الخد الوسطى من أصعب الأماكن اللي ممكن رفعها، سواء كان عملت لها شد وجه كامل أو الطريقة اللي احنا نقوم فيها شد الخد عن طريق عمليات الجفون السفلية، مع طبعا علاجات أخرى نقوم بإجراءها أثناء العملية الجراحية. هذه طبعا تعطي نتائج مذهلة، يعني ممكن نغير الشخص، ننزل من عمره 10 إلى 15 سنة. يعني اثنيناتهم ما في مفر، مربوطين ببعض. مربوطين مع بعض، نعم. دكتورة، شو تعليقك على مفهوم الكولاجين للبشرة؟ طبعا أنا أسمع كلمة الكولاجين من الناس العامة. مفهوم الكولاجين بحد ذاته خاطئ. يعني لما نتكلم عن مادة الكولاجين، ما في مادة كولاجين تحقن أو تعطى للشخص. مادة الكولاجين هي الكولاجين اللي هو الطبيعي الموجود في الجسم. كانت تستخدم بالسنين الماضية قبل 50 سنة تحقن مع مادة السيليكون لتعبئة الوجه. طبعا الحين في الوقت الحالي هذه المواد لا تستخدم نتيجة للآثار الجانبية لهذه المواد. طبعا الحين عندنا الترم المعروف عليه أو المتعارف اللي المفروض صح يستخدم، اللي هي مواد التعبئة أو النفخ. وهذه المواد تكون من كيميائية أو تكون طبيعية من الجسم. إذا تكلمت عن المواد الكيميائية للتعبئة، ممكن تكون هي الأحماض الفواكه اللي هي الهايلورونيك أسيد. في مواد ثانية دخلت اللي هي تعتبر من المواد اللي ممكن استخدامها لفترات طويلة أو تظل في الجسم لفترات طويلة. وحقيقة شخصيا أنا أتكلم يعني ما أحب استخدمها لأن لها مشاكل بعد استخدامها بسنين. استخدم الشيء اللي اقدر اسيطر عليه وفي نفس الوقت امن للمريض، مثل مواد الاحماض الفواكه البسيطه او النقيه، تستخدم للتعبئه المؤقته في اماكن مختلفه في الوجه.
دائما أنا أتكلم عن طريقة الحقن وكمية الحقن ومكان الحقن له تأثير كبير على النتائج المطلوبة بالنسبة للست أو الرجل. بالنسبة لحقن مواد التعبئة اللي هي الهايلورونيك أسيد اللي هي الكيميائية، ممكن حقنها تحت العين، ممكن حقنها فوق العين، ممكن حقنها بالخطوط الابتسامة، في الذقن، في جميع أنحاء الوجه ممكن حقنها. المادة الطبيعية للتعبئة اللي احنا الحين نقوم بإجراها بكثرة، وأنا أعتقد أنها هي راح يعني تاخذ مكان شد الوجه، اللي هي التعبئة بالدهون الشخص نفسه. نسحب شوية دهون وتنقى هذه الدهون، وناخذ خلاصة الخلايا الدهنية بنفسها وتحقن كمادة طبيعية من نفس الشخص، تحقن في الوجه بطريقة طبيعية جدا، وهذه تعطي للشخص تعبئة وفي نفس الوقت شد للجلد، وفي نفس الوقت تتكون فيها الخلايا الجذعية اللي نتكلم عنها، اللي هي تحفز الكولاجين من أول جديد للشخص. وأنا أعتبرها هذه ثورة في تجميل العيون والوجه. بالنسبة للدهون اللي بدها تنحقن على البشرة، هل بتتم مدة طويلة ولا ممكن إنها تزول مثل أي مواد تانية كونها إنه من داخل الجسم؟ هل بتتفاعل بمدة أطول؟ طبعا حقن الدهون المعروف فيه إن جزء منه يمتص، يعني ما يعيش لأنه تعتبر خلايا، وجزء منه لا يظل تحت الجلد. يعني استخداماتنا للدهون الحين اتضح لنا إنه يحفز نوعية الجلد، يحفز الكولاجين، يحفز طبيعة الجلد نفسها. يعني احنا نحقن الحين في الوجه بطريقة مختلفة تماما عن حقنها بالسابق، يعني التكنيك الحقن تغير، فطريقة الحقن هي نفسها مش للتعبئة بس، لا، فيها خلايا جذعية، فيها اللي احنا نسميه لنضارة البشرة، وبنفس الوقت تحفز الكولاجين اللي تحت الجلد. يعني حسب استقبال الجسم للدهون. طبعا في ناس طبعا تحرق الدهون بسرعه ما تظل، وفي ناس لا والله، في ناس تظل اكثر من سنتين. جزء منه كبير يذوب وجزء منه يظل، ولكن ما لها اي سلبيات من لها بعد سلبيات الحقن. اذا ما استخدمت بطريقه صحيحه او ما اجريت تحت اجراء نظيف او معقم. لازم يقوم باجراها طبعا طبيب تحت تعقيم كامل. ممكن يسبب مثل أي عملية ثانية التهابات، ممكن حقنها يكون طريقة خاطئة، ممكن يصير في أماكن مختلفة، يعني في حقن مكان أكثر من مكان، فدائما ترجع ليد الجراح. ما عشان هيك دكتورة نحن بنذكر إنه بدها دقة وفن. فن، نعم، بالحقيقة، لأنه مثل اللوحة الامرأة صحيح. يعني بده الشخص أو الدكتور يكون فنان بتعديل طبعا المشاكل. النقطة هذه وايد مهمة بالنسبة حق مثل ما ذكرتي الفن والنحت. لما تشوفي أي وش لازم تعمليه بطريقة تناسب هذا الوجه، يعني ما تعملي كل الناس بنفس الطريقة. أكيد. كل وش تشوفيه بطريقة معينة، وما تتدخل في حتى تعابير الوش، يعني ما تغيري شكل العين، ما تغيري شكل التم، ما تغيري شكل الستراكشر أو الفريم للوجه، لأن في كثير ناس ما تحب تغير الفريم لها، أو في ناس تطلب منك مثلا إنه لا والله في شيء عيوب معينة ما تحبها ممكن تغييرها. دكتورة، آخر تقنيات نحن يمكن وصلتوا لتقنية البي ار بي. نعم. وبعد ذلك بدنا نحكي كمان على آخر تقنيات من بعد البي ار بي. طبعا البي ار بي اللي الكثير من الناس يتكلمون عنه وطب التجميل يتكلم عنه، بس افسر شنو هو البي ار بي، اللي هو اختصار للبلازما ريتش بليتلتس، اللي هي تعتبر خلاصة الدم. ناخذ عينة من دم المريض وتفصل الخلايا الحمراء منه، واللي نظل فيه السائل اللي هو من غير يعني لون، في تكثر في خلاصة الدم، في كل المواد اللي هي تحفز عوامل النضارة وعوامل تحفيز الكولاجين، وفي مواد كأنها مغذية طبيعية للجلد، وتستخدم بطرق مختلفة. والحين استخداماتها حقيقة ليست في التجميل فقط، ولكن الحين تستخدم لترميم أنسجة، تستخدم في المفاصل، في الركب، فاستخداماتها كثرت.
لا تزال تحت الدراسات، ولكن اللي بين معنا في التجميل وبخصوصا في تجميل العيون نعتبر البي ار بي من المواد الآمنة جدا، وفي نفس الوقت المهمة لتحسين العين ونضارة العين، يعني سواء كانت من فوق أو من تحت تحقن أو تعمل بطريقة الرولر على جلدة العين. تقنية جديدة انطرحت هلا ولا بعد البي ار بي؟ لا، البي ار بي لا يزال يعني الحين الخبر الجديد، ولكن مثل ما قلت لك البي ار بي والفات انجكشن اللي هو حقن الدهون من أكثر الأشياء اللي نستخدمها الحين في الوقت الحالي. دكتورة سؤال أخير، هل يجوز أو ينفع الدهون مع البي ار بي مع بعض؟ يعني تخضع السيدة بنفس الوقت للاثنين سوا على البشرة؟ ممكن طبعا، ممكن، لأن هم اثنينهم يحقنون بطبقات مختلفة للجلد. فطبعا اللي يعطيك يا البي ار بي مثل ما قلت كتغذية للجلد وتحفيز للكولاجين، شيء فوري راح تشوفينه على طول، ولكن تحتاجين إلى جلسات مكثفة أو متكررة. النتائج عادة بعد البي ار بي تحصلين عليها بعد 3 أسابيع إلى 4 أسابيع تشوفين النظارة. حقن الدهون لا، حقن الدهون نفس الوقت ونتائجها تستمر إلى سنة على الأقل. أنا بتشكرك دكتورة، الحوار عن جد كتير مشوق ومفيد لكل امرأة عم تسمعنا هلأ مع ستايلك. شكرا لك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. مشاهدينا هلأ رح نطلع فاصل قصير وبنرجع بنكفي باقي مواضيع ستايلك. من بعد الفاصل، فعاليات إطلاق GF7 ماركة جديدة من ساعات جنيف الراقية والمميزة.